قبل الجواز محتاج اتاكد من الاربع حاجات دول. الإيذاءات الجنسيه القديمه سواء انا ولد او سواء بنت، لو اتاذيت زمان او وانا في اعدادي، في ثانوي، في ابتدائي، في الطفوله، جوه البيت، بره البيت، الايذاءات او التحرشات او لو انا بنت برضه نفس الكلام، محتاج اتاكد ان انا انشفيت من ده. رقم 2 لازم اكون متصالح او متعافي وطلعت من العلاقات العاطفيه القديمه اللي انا دخلت فيها. مفيش حد مننا ما مرش بتجربه حب حتى لو على مستوى عقله ومشاعره. رقم 3 العلاقات الغير صحيه مع الاهل، لازم برضو ابقى فضيت الشيله الثقيله اللي انا طالع بيها من اهلي. مفيش حد فينا اتربى في بيت سوي 100%، فبنبقى طالعين بشويه مشاكل. لازم اكون برضو بسال نفسي هل انا فضيت الشيله بتاعتي وداخل على الجواز ايديا فاضيه ولا ايديا لسه مشغوله بالاثار اللي انا طالع بيها من علاقتي مع اهلي. رابع حاجه الادمانات بقى. الادمانات هنا بشكل عام يمكن اهمها برضو ليه علاقه بالجواز الادمانات الجنسيه، ونتكلم برضو على ادمانات بقى دلوقتي السوشيال ميديا، ادمان السجاير، ادمان المخدرات، ادمان الاكل، ادمان الدوبامين بشكل عام. كل انواع الادمانات برضو بتعطلنا عن الالتزام في الجواز.